باش حتى هي تفرض الفيزا. وهذا هو المقصد نتاع الدوله الجزائريه. فراسكم ولا فراسكمش؟ والله الا نبصم لكم بالعشره اخوتي. المقصد نتاعهم هو ان المغرب حتى هو يغضب زعما ويفرض الفيزا على الجزائريين، لان الذي يقلق الجزائر ماشي هو المغاربه اللي راهم تما في الجزائر او اللي كيمشيو للجزائر. داكشي تاع التجسس والتبسس والتكسس والله ما كاين منه حتى وزه. العكس هو المقلق. 500,000 جزائري دخلت في هذا الصيف للمغرب، فراسكم 500,000 جزائري جاو سياحه. يعني العوده نتاع الجزائريين الى بلدانه الى بلدهم كما كيديروا المغاربه كيجيو للمغرب، الجزائريين كيمشيو للجزائر. هذوك الجزائريين 500,000 منهم ما رجعوش للجزائر، جاو للمغرب. 500,000 جاو للمغرب، فضلوا انهم يجيو للمغرب وما يرجعوش لبلادهم في الجزائر، يدوزوا الصيف العطله الصيفيه في بلادهم. جاو دوزوا العطله الصيفيه في المغرب. 500,000 مزعج، امر مزعج جدا للنظام الجزائري. عرفتي شنو تفضل انت البلاد نتاع جارك، وهذاك جارك غضبان عليه انت وما كتحملوش ودير له المشاكل، وولادك مازال كيمشيو عند جارك. تخيل دابا انت هادي اخوتي، تخيل دابا انت ساكن في الدار في العماره ولا في حومه. تخيل معايا انت هادي ساكن في الحومه في البرانس ولا في العوامه ولا المهم اي حومه اختاروا انتوما، كلشي ساكن في الحوامي او لا في العمارات. عندك واحد الجار نتاعك ما كتحملوش، ديما كتنزل عليه الباطل، خايب، كيدير كيفعل كيترك وكذا وكذا وباغي تكره ولادك في داك الجار. وكتلقى كاين شي ولاد كيخرجوا نهار كامل يلعبوا، وملي كيجيو في العشيه ما كيجيوش عندك لدارك، كيمشيو لدار جارك. هي هذه دابا الجزائر 500,000 كيستناوهم يدخلوا، مشاو عند الجار لاقين راحتهم، جودة الحياة، كاين فين يدوز العطلة، كلشي خدام شغلو، الثقافة نتاع البراني كاينة، الثقافة نتاع التعامل مع البراني مع السياح كدا. 16 مليون سائح. غتمشي انت للجزائر اش غدير تما؟ المرافق كما قالت اختي زينب، كاين الثقافة نتاع السياحة، كاين السيرفيس، كاين المرافق، كاين كدا البنية التحتية، كاين جودة الحياة. هادشي اللي كيراهنوا عليه. إذا كنتم تنتظرون يا نظام العبط، يا نظام هوكيستان، أن المغرب غادي يرد عليكم بالمثل، المغرب كيتبنى واحد الدبلوماسية كنسميها أنا دبلوماسية الإحراج. بغيتي أنت تحرجني؟ لا، أنا اللي نحرجك. هذه ما غيفهمهاش النظام العسكري طاري والشية نتاعو. فرض التأشيرة هو رفع راية الانهزام أمام المغرب تماما. أنا زين علاش كان ليكون الأمر انتصارا لو أن المغرب حتى هو غيفرضها، ولكن المغرب عنده دولة، عنده مؤسسة أمنية، عنده اختيارات استراتيجية. تحياتي شرح من الله. والله لا اللوكا، والله العظيم إلا هاد اللوكا هذا واعر شي نهار نديروه. الله يحفظك شرح من الله. عنده مؤسساته، عنده مخابراته، عنده بوليسو، عنده الامن نتاعو، الثقافه نتاع السياحه وديال كاينين. ما كنخافوا لا من المتجسسين ولا من البواسيس ولا من الكواسيس ولا من العواسيس ولا من الجواسيس. انت النظام الكبرنطاري الا كنتي عندك مخابرات صيفط الجواسيس ديالك، ما تقصرش. إذا كنت تعتقد أن الجوسسة هي تصيفط لنا شي واحد ويجي ويتسارى ويشوف الناس واش كتشري واش كتشرب وفين كتمشي وفين كتجي، ما تقصرش. لأن الجوسسة المبردع
ماشي ديال بنادم يمشي ولا يجي ولا يدخل ولا يخرج. الجوساسه راك شتيها، راك شتي شنو وقع في حزب الله، راك شتي شنو وقع. هذيك هي الجوساسه، هذيك هي الجوساسه ابن عمي. راك شتي البيجر وشنو دار، هذيك هي الجوساسه. الناس فين وصلت في الجوساسه. دابا انت عبد المجيد كتقول لهم بانك مستهدف من طرف كيان الصوص والمتآمرين مع كيان الصوص. ايوا دابا اش بان لك؟ دابا ما بقيتي ما راكش دابا تحط وحده في دابا اسرائيل الا بغاتك انت زعما مازال كتبيعوا الوهم للجزائريين. هادشي دابا اللي وقع الحسن نصر الله، داكشي اللي وقع نتاع بيجر. هذيك بيجر ابن عمي حتى لقى بنادم راسو كيتشتت، ها اللي في الطواليط، ها اللي في الكوزينه، ها اللي في الشارع، ها اللي في الزنقه، ها اللي في كذا، ها اللي في كذا. مشاو معاهم الابرياء الله يرحمهم، نتاسف لذلك، ولكن في هذا الشيء انا صراحه هذا الشيء اللي اليوم شفتوه في بعض اللايفات وشفتوه في بعض ردود الافعال كيجيني غريب. انا كمغربي لست مطالبا لا بالفرح ولا بالحزن. انا استغرب لهذوك اللي فرحانين ولا كيتشفاو، كنستغرب اقسم بالله، وكنستغرب لهذوك اللي كيبكيو. انا بالنسبه لي حسن نصر الله مات، قتل ولا صفيه بحال الا مات شي واحد شي رئيس ديال شي دوله في امريكا اللاتينيه ولا في جنوب اسيا ولا في استراليا ولا في شي دوله. انا اجنبي بالنسبه لي، اجنبي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اجنبي ما كتجمعني مع حتى شي حاجه من غير تا بنادميت، من غير تا بنادميت لو كوتي هيومان. ولكن في هذا الشيء راه هو قائد عسكري حزب ولا مع جماعه مسلحه يتحمل مسؤوليته. دونك انا غنتعامل مع الامور بحال واحد جوج ديال الجيوش دابزوا اوكرانيا وروسيا. واش انا مطالب نديكاجي شي عواطف تجاه اوكرانيا؟ لا. واش انا مطالب نديكاجي عواطف تجاه روسيا؟ لا. نديكاجي عواطف تجاه الابرياء؟ نعم. تجاه المدنيين؟ نعم. اللي ماتوا مثلا في غزه؟ نعم. اللي ماتوا في لبنان من الابرياء والمدنيين؟ نعم. ولكن تجاه جماعه مسلحه عندها مظهر من مظاهر تاع عسكريت ومدابزه مع عسكر، بيناتهم اخوتي العسكر مع العسكر. انا ملي غادي ندير التحليل غنشوف شكون غلب شكون ما غلب، علاش خسر علاش غلب علاش كذا. اما داك الشيء ديال التشفى والله العظيم الى الهبل، اولا نفرح اولا نبكي ونبقى حزين وندير هذا الراي ديالي اخوتي، وكنظن الاغلبيه كيتفقوا معايا فيه. عاد الا زدت واحد المعطى اخر ديال التاثير ديال هذا الشيء اللي واقع اولا اللي كان قبل على المصالح نتاع بلادي، هنا عاود غندير قراءه مصلحيه بمنظور وطني. كنشوف الموقف نتاع حزب الله من سميتو من الصحراء المغربيه، كنشوف الموقف نتاع ايران من الصحراء المغربيه، فهمنا؟ كنشوف العلاقات الجزائريه الايرانيه في هذا المنظور، وانا عارف ومؤكد وباين كل شيء بان الجزائر يعني عادو تتعامل مع المغرب بتعامل الاعداء. بهذا اللوجيك هذا غادي نفهم منطق اخر ديال الصراع، وغادي نقول وسمعوا هذه مزيان وسطروا عليها: الجزائر البارح واليوم كتحط 10 فحويض و10 برا. كتعرفوا الحجله ملي كنقولوا لها، لا ماشي الحجله، الدجاجه هذاك محمد 91 حيدوا له ستيلو خليوه يتفقس، تخرب لهم المخطط. لا امازيغيه بنت عمي باش تخرب لهم المخطط، هما اصلا ما عندهمش مخطط، المخطط ديالهم فورتكس. تحياتي ضربوا شي حسابات ودخلوا في واحد الصف. كنقولوا حنايا محزمين كنقولوا له بالريفيه محزم باطر، بالريفيه كنقولوا محزم باطر. دابا الجزائر حزمت بقن البراشيه في واحد الوقيته، لقات راسها كدا ما كدا
قالت اسيدي راه نمشي نشوف ايران راها تخلع. هذاك خزناجي نواري خزناجي والجزائريين كاملين مازال الى حدود الان والله العظيم كانوا كيسوقوا بان ايران قوه، ايران خطيره جدا، ايران هي اللي شاده الميزان. مادام المغرب مشى في الاتجاه نتاع الامريكان واسرائيل، حنا غادي نمشيو في الاتجاه نتاع ايران والروس والصين. صح لهم مازال داك الخدمه نتاع بوخروبه ملي كان داك الشيء نتاع الاتحاد السوفيتي وداك الشيء نتاع الامريكان. لا يا مبردعين، العلاقات مع الروس والصين دايرها المغرب بنفس القوه وبنفس النديه اللي دايرها مع الامريكان. اجي دابا لايران. الصفعه الاولى جدك نهار اللي مات الرئيس الايراني. الرئيس الايراني في الهليكوبتر ديال 1988 ولا 82 مشى في شي ضبابه في شي سحابه في شي غابه طاح. السؤال الاول فين داك الشيء ديال الصناعه والحربيه والطائرات الايرانيه اللي غادي تقلب اسرائيل؟ ما قدوش يحميو حتى الرئيس نتاعهم شي حاجه يعني حمايه. جوج ما لقاوهش. واش الدوله واش الجيش اللي ما يلقاش الرئيس نتاعو جا اردوغان بداك الطياره ديالو هو اللي لقاه ليهم. جات تركيا عاونتهم. ضربه قاصمه لايران. تما تبين لدى الجزائريين بطبيعه الحال ما يرضاوش يقولوها، فهمتي؟ يقول لك لا ايران محزمين بايران وتفتخرون بعلاقات مع ايران. ايوا دابا جات الضربه الاولى، دازت واحد شهرين ولا 3 شهور الضربه الثانيه. اسماعيل هنيه في قلب ايران يقصف داخل غرفه نومه في فندق ولا ما نعرف فين. لطيفه تحياتي بنت عمي. الرئيس الايراني في امريكا نفضل التفاوض مع امريكا. انا جايك لطيفه لهذيك صافي حطوا الكواري دابا تشوفوا حتى الخطاب الجزائري غيتبدل. عقلوا على هضرتي. الخطاب الجزائري سميتو غادي يتبدل بزاف في هذا الشهر هذا. الجزائر بقات لها امريكان دابا، الا دارت فيها شي خير وحنا خصنا نعرفوا كيفاش نلعبوا مع الامريكان باش تحط الكواري هذا داك الرهان على داك الشيء ديال كدا زيرو. جاء اسماعيل هانيه تضرب في وسط سميتو وبداو كيقولوا لهم ولدي حنا رانا مهددين وحنا رانا احنا كدوله جزائريه مستهدفين. ابسط عبيط غيسولك غيقول لك السي الجزائري انت ملي مستهدف شكون كيستهدفك؟ اسرائيل. شنو بغات تصفيها للرئيس نتاعنا وشنقريحه، بغات تقتلهم. هي مشات حتى لايران وضربات اسماعيل هنيه في بيت النعاس بالبيجامه ديال النعاس. ضربات 5000 ديال حزب الله شرشماتهم. ضربات حسن نصر الله. وغتبقى لها انت غتجيها صعيب. انت خايف من القباص المغربي تعتبره جاسوسا، خايف من السباغ المغربي تعتبره جاسوسا، وكتشوكر مع اسرائيل. شوف اللوجيك. شوف تخيل معايا دوله عقد اجتماع اعلى نتاع مجلس الامن فيه 6 نتاع لي جينيرو والرئيس نتاع البلاد. على من؟ على عبد القادر القباص، على اسماعيل الزلايجي، على نوفل البياع القفاطن ندرحي. هما القفاطن بزاف عليكم يجوا لكم الجزائر. داك التدريحه التشليله د القفاطن وداك التشليله كاع كيجيبها لكم نوفل. ودايرين عليه اجتماع
6 تاع لي جينيرو مع الرئيس ديال الدوله، وغتقنعني انا بانك انت كتخلع اسرائيل. بر